السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كوسة ورز. طبعا إحنا سلقنا الفرخة بتاعتنا زي ما انتوا عارفين. إحنا بنحط لها الفلفل والقوطة وشوية من التوابل 7 بهارات وشوية فلفل أسود وبصلاية. سلقناها بالطريقة دي. تمام. دلوقتي عايزين نعمل الكوسة. بنعملها إزاي؟ بنحط الأول شوية زيت كده. تمام. بعد ما حطينا الزيت نحط الكوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نشوح الكوسة في الزيت قبل ما بنحطها معانا في الشوربة والطماطم. دي بتنزل كل المية اللي فيها وبتبقى أحلى من انتي بتحطيها على طول كده في الصلصة بتاعتنا. تمام. شوف المية بتنزلها ازاي. تشوحي فيها كده وتحسي بعد ما بتتشوح بتنزل، وهي أثناء التشويحة تنزل كل المية اللي فيها، عشان لما بتحطيها في الصلصة كده بتبانلك اللي هي مسلوقة. زي ما انتوا عارفين الكوسة بالذات يعني مش الكل بيحبها، بس هي بصراحة غذية. شايفة؟ دي المية بتاعتها، دي المية بتاعتها. شوحيها شوية كمان. مم. تمام. بعد ما بنشوحها شوية بنحط فيها كده. شوحناها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفينها، وهنعملها كده في الصلصة. حطينا معلقة من ال من السمنة. أيوة. وهنحط تمام كده. وبعد كده بنحط القوطة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو. وبعد كده هنحط الكوسة بتاعتنا لها. شفت لما عملناها شوحناها الزيت طلع حلو ازاي؟ اهي شايفة؟ بوريك شكلها. المية دي مع الزيت، عشان كده انت عطيتيها صدمة. الكوسة مش هتحسيها مسلوقة وانت بتحطيها معاكي في الصلصة. جربيها وهتعجبك جدا جدا، عشان الكوسة أساسا يعني محدش بيميل لها أوي يعني، نادرا يعني اللي بيحب الكوسة. تمام. صليتوا على النبي يا ولاد عليه الصلاة والسلام. بالطريقة دي كده خلصنا الكمية بتاعتنا. وبعد كده هنحط الشوربة بتاعتنا.
أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشكل النهائي بتاعها، وهتستوي طبعا براحتها، وبعدين هنحطها على العين الهادية عندنا. ويبقى ده غدانا إن شاء الله النهاردة. معانا ده، ومعانا الفرخة، ومعانا الرز. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، ونفعل الجرس، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.